انا كي جيت فرن الساعه كتملت ساعاتي في كوزينتي، واذا انت راهو في خاطرك حتى انايا نشجعك باش تشريه، بصح قبل ما تشريه لازم تشوفي الفيديو باسكو راح نعطيك تجربتي بكل صراحه. المحاسن ديالو والعيوب، ماشي عيوب، نقولوا الحوايج اللي لازم تتفاديهم، ما ديريهمش باش تستمتعي بطيابه. هو يحمر يجمر يطيب لي الكيك، يطيب المخبوزات، يطيب الخبز، يدير كلش 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 كلش، يحمر لك وجهك ويرجعك مرا ونص. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. هاد الفور ولا هاد الكوشه ولا هاد الفرن، فرن غازي، يعني يمشي بالغاز دو فيل ولا الغاز تاع القرعه. انت كي تشريه مول الحانوت يسقسيك يقولك حبيتيه غاز بوتان ولا غاز دو فيل، انت تخيري على حسب واش عندك. النار تاعو بزاف قويه من الفوق ومن التحت، يعني يشعل من الفوق ومن التحت او ميم طون، وتقدري تشعليه وحده من الفوق ولا وحده من التحت. شوفي النار ديالو ما شاء الله بزاف بزاف قويه. انا شريته من الحاميز من الجزائر العاصمه، شريته ب1,050,000. هنا راني نوري لكم شعلته من الفوق ووريت لكم النار القوه ديالها، وراني نشعلو من التحت. لازم تستعملي بريكي يكون طويل باش ما يحرقش، لانه النار ديالو بزاف بزاف قويه. ودوك نوري لك كيفاش تنقسيلو، كيفاش تزيديلو. هنايا تنقسيلو كي طيبي المسكوت وطيبي المادلانيتو، تنقسيلو بصح في المخبوزات تستعملي هذه النار القويه كامل. شوفي هنايا كيفاش من هذا عنده هذا كشغل بولون، منا تزيدي دوري يزيد، دوري في الاتجاه المعاكس ينقص. كما كتشوفي انتي تتحكمي فيه بيدك مانويال هدايا هكذا. كما كتشوفي راني وريت لك هنايا كلش بالتفصيل الممل. كما قلت لك لازم بريكي. هنا واش يجي فيه؟ يجي فيه هديه، هذه اللي نطيبوا فوقها الخبز البيتزا، هذه تغنيك على هذيك الحجره سبيسيال بيتزا، هذيك اللي تشريها غاليه، هذه طيبي فوقها وتخرج ما شاء الله. ويجي فيه هذيك المغرفه ولا اليد، ويجي فيه سنيوه كبيره هذه هكذا، يفتح ويغلق نورمال، واليد تكون سخونه. لازم تستعملي ليغون. هاوليك الفرن يجي هكا فوق هذا السيبور يجي معاه، ماشي تشريه وحده ولا انت تخدميه. دوكا نروحوا نوري لك من الوراء. من اللور فيه هادو الثقوب اللي يخرج منهم السخانه. وشتي كيما كنا شاعلينه من الفوق كيفاش النار تضرب حتى لهنايا. دونك حذاري هذا ما يلصقش في الحيط، لانه راح يدير لك ديكات. ودوك تشوفي في الفيديو انا كيما كنت عارفه هذه المعلومه. شوفي هنايا كنت ملصقاته مع الحيط، لصق لي في الهدايا البلاستيك تاع لا فايونس مزيه كنت قدامه تمتم نحيته. انايا كي شريته المره الاولى كنت مخصصت له هاد البلاصه، درت له غير تيو صغير هنايا وحطيته. جوست المره الاولى اللي استعملته هذيك النار اللي من اللور خرجت مع دوك تقابي وحكمت لي في الريدو. كما قلت لك اوريزمون كنت ما قدامه واقفه، دونك تمتم طفيته ودرت اللازم. دونك هو وش هاد الفور لازم سخون بالبزاف، يحب لي سباس. دونك اذا ما عندكش بلاصه هكذايا كبيره ولا يستحسن ديريه في الصحين ولا في كراج ولا في الكوزينه. الحجم تاعو كبير. انا واش ندير؟ درت له هذاك التيو طويل هكذا، نجيبو لهنا لوسط الكوزينه كي نطيب فيه، ومن بعد كي نكمل الطياب نعاود نرجعو هنايا كما كتشوفوا هكذايا، نحطوه هنايا في الكوان. هو يطيب ما شاء الله، يعني ما عندك ما تقولي فيه، طيابو لا يعلى عليه. كما قلت لك يرجعك مرة ونص. انا كنت ميتة عليه باش نشريه وما ندمتش صراحه، لانه شوفي هذاك الخير، شوفي هذاك الروعه تاع هذاك الخبز اللي شهي، شوفي هذيك يعني القرنطيطه
راهي تشهي صراحة. انا يا اي وحدة راح تدخل الفيديو ان شاء الله اذا ما عندهاش نتمناه لك، وان شاء الله يا ربي يوفقك وتشريه يلحقك يعني وتشريه. واللي عندها نقول لك حافظي عليه، لان باش يقعد لك باش يدوم لك، لانه صراحة شوفي كيفاش يطيب رائع رائع رائع. حافظي عليه، حطيه في مكان مناسب، ما تحطيهش في برا هكذاك للشتاء وكامل يتصدى. ديري له مكان مخصص ليه يكون واسع ومهوي و... وهذا مكان. وكي تجي تستعمليه باش تحافظي على يديك باسكو السخانه تاعو النار تاعو بزاف قويه يحرقك، شري لي غون سبيسيال تاع النار هادوك تاع. ما تشريش هادو كيما اللي راني نوريلك فيهم هادو، انا هذا الثالث ولا الرابع اللي شريته وتحرق لي كيما كي تشوفي هنايا. وباش تشعليه اشري هذاك البريكي الطويل كيما شتيني انا درت في لا فيديو. كانت هذه هي لا فيديو تاع نهار اليوم، شاركتها معاك بكل حب بكل صدق. يعني دخلتك لكوزينتي وريت لك التفاصيل المملة، وريت لك خطوة بخطوة كيف تستعمليه والحاجات اللي تتجنبيها. اذا مازال ما درتيش جام للفيديو ديريه، واذا مازال ما اشتركتيش عندي انضميتي الى عائلتي الصغيره انضمي، ما راحش تندمي، راح تلقاي هنايا نصائح من القلب، وتلقاي تجارب حقيقيه وكل ما راح تحتاجيه في المطبخ ديالك. ولا هنا ما بقى لي غير نقول لك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.